السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات على الحج. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل مع بعض هالكبة التحفة هذه، بس مش الكبة العادية. هنعمل مع بعض كبة القرع. أيوة زي ما سمعتوا، كبة القرع. كبة غنية جدا ورائعة، وصفة من الوصفات التحفة. خليكم معايا ونبدأ وصفتنا بسم الله. بداية عندي هذا القرع مجمد، كان عندي بالفريزر. طبعا بنفس الفكرة بتعملوا الفريش. بدي أضيف عليه مية وأسلقه تقريبا ربع ساعة. عندي هذا البرغل الناعم بدي أطحنه. بالنسبة للمقدار، أي مقدار بتستعملوه المكونات التانية، إن كان كوب، إن كان مج، إن كان صحن، إن كان نص كوب، إيش بتستعملوا لباقي المكونات. فعندي بدي أطحن 3 مقدار من البرغل بالمطحنة بضيفه. هذا أول مقدار بدي أطحنه، وبعدين برجع بعمل كمان مقدارين. هيك طحنت 3 مقدار من البرغل. عندي هنا مقدار من الرز المصري كمان بدي أطحنه. آخر مقدار معايا هو مقدار البقسماط أو الكعك المطحون أو خبز مطحون، بتضيفوه بتطحنوه. بعد الطحن البرغل، الرز، البقسماط جاهزين. نيجي للخطوة اللي بعد هيك. القرع انسلق وصار جاهز، خلاص هيك طري. بدي أصفيه، بس بدي أخلي من المية تبعته، بديش أكبها كلها مية السلق، فبدي أخلي منها جزء. عندي القرع بعد ما صفيته الآن بدي أطحنه بالبلندر، وهذه المية مية السلق اللي تركتها على جنب إذا احتجتها، فبخليها على جنب. الآن بدي أطحن القرع. بعد ما طحنت القرع مهم إنه يكون بيوريه. بدي استعمل الكوب او المعيار اللي انا استعملته بالبداية، زي ما حكيت لكم اي معيار انتوا بتستعملوه. فبدي اضيف من مقدار القرع المهروس، بدي اضيف 2.5 كوب لخليط البرغل والرز والبقسماط. بس خلينا اخلطهم بالشكل هذا. هضيف اول مقدار. ممكن انتوا تكتفوا بالنسبة للبرغل تخلوا كل الكمية برغل، يعني تضيفوا 5 مقدار برغل بدال الرز وبدال البقسماط اذا بتحبوا، لكن الرز والبقسماط بيعطي قرشة رائعة للكبة. وهذا المقدار الثاني، وهي النص، وبدي اخلطهم مع بعض. لقيت اسهل بايدي اخلطهم مع بعض. شايفين كيف عطول البرغل بيتشرب القرع السوائل الموجودة فيه، لانه ما فيش اي سوائل ضفتها غير القرع. فبدي اتركه ربع ساعة، ثلث ساعة، بس البرغل والرز يتشربوا القرع منيح، وارجع اكمل. بغطيها وبروح اشتغل بالحشوة. الحشوة 3 بصلات قطعتهم ناعم، ضفت زيت نباتي وبقلب البصل لحد ما يدبل تماما. اللحمة كانت عندي بالفريزر، نزلتها وسيحتها بالميكروويف. الآن فكرة التسييح، أنا لو من أول مخططة بنزل اللحمة من بالليل من الفريزر على الثلاجة تحت، بتسيح براحتها. أما لو مستعجلة أو ما كنتش مخططة لأكلة وقررت مباشرة أني أعملها، بنزل اللحمة وبسيحها بالميكروويف. بس مهم جدا دايما لما تسيحوا اللحمة تستعملوها كلها، يعني ما تسيحوا وتاخدوا جزء وترجعوا تضبوا جزء تاني بالفريزر. فلهيك هنا اللحمة كلها حستعملها. حيكون المقدار عبارة عن 4 مقدار من المعيار اللي استخدمته، فانتوا زي ما حكيت لكم اي مقدار بتستعملوه هو نفسه. اعطيت البصل تحميرة بسيطة. الان بدي اضيف اللحمة. الشغلات اللي بحب اضيفها لحشوة الكبة: صويا صوص، قرفة مطحونة، بهارات الكبة الخلطة الجاهزة، فلفل اسود، وضفت كمان رشة من جوز الطيب بشرتها. وبدي اضيف الملح، بس مهم اني انتبه للملح لانه الصويا صوص مالحة. هيك الحشوة خلص صارت جاهزة، بطفي عليها. وعندي هنا شوية عين جمل كسرته وبدي اضيفه، هذا اختياري. اخلطهم مع بعض، وهيك الحشوة جاهزة.
نرجع للعجينة. الإضافات اللي حضيفها، بدي أضيف بهارات الكبة، وبدي أضيف نعناع مجفف، إضافته اختياري، إذا متوفر عندكم ضيفوه بيعطي طعم طيب. وأضيف الملح المناسب. مية السلق اللي تركتها على جنب، الآن بدي أصير أضيف وأعجن، بس أضيف شوية شوية، ما أضيفش مرة واحدة. بعد ما عجنتها شوفوا لي هالمنظر التحفة. مهم إنه تتكون عندك عجينة، فلهيك بتضيفي المية شوية شوية لحتى تصير عجينة بالشكل هذا. المية اللي استهلكتها تقريبا كوبين إلا شوية، فأنت شوية شوية ضيفي وشوفي قديش بدك تستهلكي. طبعا نعمل الكبة بالطريقة المتعارف عليها، بحشيها، بضيف من الحشوة بالشكل هذا. مهم جدا اني اضغطها عشان افرغ الهواء الموجود فيها، وبهدول الاصبعين بعمل الاطراف بالشكل هذا، بحاول اني ارتبها، ويفضل يكون جنبي صحن مية عشان امسح عليها وتكون مرتب شكلها منيح. وهيك بيكون شكلها. خليني اكملهم. كبة بعد ما جهزتها، عندي هنا بالكسرولة زيت غزير، بس يحمى الزيت بنزل حبات الكبة، بس مهم كمان ما انزلش حبات كتير. بالنسبة لو انكم بدكم تفرزنوها، بتفرزنوها عادي. لما بدكم تنزلوها بتقلوها مباشرة، يعني بتنزلوها من الفريزر على الزيت مباشرة، بس ما تكتروش حبات عشان الزيت ما يبردش معاكم وتفرط الحبات. جهزت الكبة، شوفوا لي هالمنظر التحفة، روعة. وهيك بنكون عملنا مع بعض كبة القرع، طريقة سهلة وبكل تفاصيلها. بشكركم كتير على متابعتكم، حياكم الله.